ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ بالصلاة على رسول الله. وصفة جديدة مع بعض النهاردة. هنعمل مع بعض النهاردة القراقيش السهلة السريعة الاقتصادية. عندي شوية كده من الدقيق، حوالي 3 كيلو. نزلت عليهم شوية من السمسم بعد ما نخلتهم، ورشة ملح ورشة سكر. وهنزل على ال3 كيلو دقيق دول بكيلو الا ربع من السمنة، طبعا المادة الدهنية اللي انت عايزاها. انا استخدمت عندي سمنة، وكمان استخدمت زبدة بلدي. على بعض كده قدحتهم كويس جدا، شايفين بالشكل ده. نزلتهم على الدقيق لحد ما يدي معايا كده ملمس الرمل. يبقى كده دخلنا الدقيق كله في السمنه، ومنخليش ولا حته دقيقه صغيره من غير سمنه. يعني نص كوبايه لبن كده، عليهم باكت من الخميره، عشان طبعا نشوف الخميره ناجحه ولا لا. طبعا رفعت معايا كده في الكوبايه واتملت. نزلتها على العجين نفسه، وبعد كده نزلت بقى باللبن معايا دافي كده زي ما طالعين تدريجي. ما نزلش اللبن كله طبعا عشان ما احتاجش احط دقيق تاني. طبعا بقى عجنته وغطيته كده بالكيس وبالفوطه، بعد شويه رفع معايا كده بالشكل ده وخمر. شايفين الشكل؟ طبعا اخدت منه وقطعته على طول بعد ما ارتاح معايا حوالي ربع ساعه. وبقطع عادي خالص كده على الطبليه، على البلانشه، اي حاجه معاكي استخدميها. طبعا بقى بتعملي قراقيش بالشكل اللي انت عايزاها ساده، اعملي عايزاها ملبن بعجوه، بس انا حباها ساده يعني للشاي كده، لاني قمت من النوم ما لقيتش حاجه نفطر. قلت نعمل القراشتين دول نفطر انا وبنتي والعيال. طبعا بقى قطعناهم وسويناهم كده معانا في الفرن. طبعا طلعوا تحفه جدا وطريين وطعمهم حلو جدا بالشكل اللي احنا شفناه كده اهو. 3 كيلو عملوا معايا حوالي 4 سجان كده طبعا. وكملت في صينيه صغيره كده، دخلتهم على فرن سخن اول ما ده بالشكل ده، وبعد كده هديت عليهم كده النار شويه، وطلعوا زي العسل كده بيستاهلوا بقكم. طبعا بقى كانت وصفتنا سهله وسريعه خالص مع بعض النهارده. جربوها تعجبكم، ولو عجبتكم ما تنسوش تدعولي وتشتركوا في قناتي وتتواصلوا مع صفحتي.